صباح الخير، ايه الاخبار؟ بص، في احيانا الواحد بيجيله اوقات بيبقى مزاجه متعكر. مزاجه متعكر ازاي؟ يعني مش قادر ياخد قرار. يعني بيبقى قاعد كده، بيبقى نفسه يعمل حاجات كتير، بس في نفس الوقت زعلان ومكتئب وفجأة كده منكمش في نفسه. طب ايه اسباب الحاجات دي؟ اسبابها انك قعدت فترة كبيرة مثلا تستحمل حاجات كتير قوي. تمام. وتعدي حاجات كتير. فجأة انت مش قادر تعدي الحاجات الصغيرة لانك استحملت كتير. تمام. فبقى مزاجك متعكر ومش قادر تاخد قرار. طيب، ازاي بقى تتخلص من المزاج ده؟ اول حاجة لازم تكتب انت زعلان من ايه، هل او حاسس بايه. والكتابة دي احسن حاجة. تكتب هل انا زعلان من كذا، فرحان، زعلان، غضبان. لازم تعترف بالشعور بتاعك وقتها ايه او كان ايه. تمام. بعد ما تكتب تبتدي تاخد قرار. آه، اول حاجه، القرار ده لازم يكون انك تكلم حد انت بتحبه، واثق فيه، زميل ليك، حد قريب منك قوي. تتكلم معاه، تفضفض معاه. يعني لان نفس الواحد دي عامله زي البالونه، لما بتتنفخ على الاخر ممكن بعد كده تنفجر. على الاقل على خبطه ابره. فخبطه الابره دي مش هتيجي لك من الفراغ. ف فلازم تنفس طاقتك عن طريق انك تكلم حد. تمام. بعد كده تتكلم معاه وتقعد تشرح له او تقعد تبرر له، المهم انك تفضفض من اللي جواك. تمام. تاني حاجة بعد كده انك تبتدي تعمل اي حاجة. مثلا تروح تاخد لك شاور. لما تاخد شاور بصابونة ريحتها جميلة، هيغير لك مودك. تبتدي الافكار الحزينه دي بعد ما قلت لك على الكام حاجه اللي قلت لك عليهم دول. آه، افكار الحزينه تبتدي تتبدد. تبتدي تحس بانتعاش، تحس بانفراجه. مودك هيتغير. مش بس مودك هيتغير، هتبتدي بانك ايه تستعيد نشاطك وحيويتك اللي كانوا قبل كده. آه، خلي بالك ان انت كل ما كنت انطوائي، كل ما كان الفترات دي بتزيد معاك. لذلك لازم تتكلم مع ناس كتير، لازم تندمج في المجتمع، لازم تشارك. على فكرة الأعمال التطوعية بتخليك راجل كده عندك انفتاحية ومتقبل وتعرف تتعامل في المواقف. لازم تعبر عن مشاعرك. لازم المشاعر، يا جماعة، المشاعر دي لما بنعرف نتعامل معاها، تمام، بنعيش سعداء. لكن لما بنعرفش نتعامل معاها، بتختزن جوانا وبتوصلنا لمرحلة المزاج المتعكر. ان انت مش صافي، مبقتش صافي. بقيت تعبان من جوه، عايز تعبر بس مش عارف تعبر عنها ازاي. فلازم نبعد عن الانطوائية ونبقى ناس مشاركين في المجتمع، عشان ما نوصلش للمرحلة دي تاني. صباحكم سعيد.